السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن شنطة البيبي زي ما حضراتكم شايفين. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ده شكل الشنطة زي ما حضراتكم شايفين، شكلها جميل جدا ما شاء الله، واللون بتاعها تحفة. انا هفتحها معاكم دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا. هي بتيجي مغلفة في شنطة زي ما انتوا شايفينها اهي. دي الشنطة، هو ده شكل الشنطة زي ما انتوا شايفين. بتيجي لها سوستة من هنا، بيجي معاها اجراب او كفر للببرونة، شكله جميل جدا ما شاء الله اهو. وليه سوستة اهي، السوستة بتاعته كبيرة، وبيجي ليه كمان سوستة من فوق كده اهي زي ما انتوا شايفين. الشنطة كبيرة ما شاء الله عليها، وبتشيل حاجات كتيرة، وواسعة من جوه اهي، وليها الحتة دي بتتحط كده من جوه اهي. شايفين شكلها جميل ازاي، والخامة بتاعتها جميلة ما شاء الله وتقيلة، خامتها تحفة وكبيرة، بتشيل حاجات كتيرة، وليها جيب من الجنب ده ومن الجنب التاني اهي، جميلة جدا ما شاء الله. الشنطة دي انا جبتها من العتبة، من شارع اسمه شارع الموسكي. انا جبتها ب195، رخيصة جدا طبعا، انتوا عارفين الاسعار الايام دي غالية جدا، وبصراحة الشنطة تستاهل. هي سعرها رخيص بس والله العظيم الخامة بتاعتها جميلة جدا وتقيلة وتستحمل اي حاجات تحطها من جوه اهي. وده الجراب او الكفر بتاع الببرونة اهو. ما شاء الله الشنطة جميلة جدا وشكلها جميل واللون بتاعها تحفة اهي، جميلة ما شاء الله جدا. بيدي جيب من الجنب ده زي ما انا قلت لكم، والجيب التاني من الجنب التاني نحط فيه الببرونة والشامبوهات وحاجات بتاعة البيبي، والسوستة دي هنحط فيها ان شاء الله اللي هي البامبرز والحاجات التانية اهي. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معانا، وانتظروني باذن الله في فيديوهات جديده عن تحضير شنطه الولاده، وعن مستلزمات البيبي حديث الولاده من الصيدليه، وعن تحضيرات السبوع بتاعه البيبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.